الكهرباء ما بتقطعش فيها ومش شايل هم فاتورة الكهرباء وشغل مزرعته كلها من غير أي كهرباء وبثلاث مصادر طاقة. أيوة زي ما بقولك كده. حاتم الرومي صاحب أغرب مزرعة في مصر اللي قدر يعمل حاجة محدش كان يتخيلها، مزرعة كاملة شغالة بالطاقة الطبيعية من الشمس والهواء وحتى مخلفات الحيوانات، وده خلاه يحول فكرة مستحيلة لواقع بيكبر يوم بعد يوم. بس يا ترى عمل ده ازاي؟ وازاي قدر يشغل مزرعة كاملة من غير كهرباء؟ كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض النهاردة في الفيديو ده، خليكم معانا. تخيل تعمل مزرعة كاملة من غير ما تدفع جنيه واحد كهرباء ولا تشيل هم فواتير ولا قلق من انقطاع أو أي مشاكل خالص، والطاقة اللي بتشتغل بيها المزرعة كلها جاية من الشمس والهواء وحتى مخلفات الحيوانات. أيوة زي ما سمعت كده، الموضوع ده حقيقي وكمان موجود في مصر. حكايتنا النهاردة الدكتور حاتم الرومي اللي قرر يعمل حاجة مختلفة تماما ويكسر كل القواعد التقليدية في الزراعة ويفكر بطريقة جديدة تخليه يعتمد على نفسه بالكامل. البداية كانت فكرة بسيطة جدا لما لاحظ إن أي مشروع زراعي بيقف على حاجة مهمة جدا وهي الكهرباء، ولو حصلت فيها مشكلة المشروع كله ممكن يقع. فقرر من الاول انه يشيل العنصر ده تماما من حساباته ويشوف بديل. ومن هنا بدأ حاتم الرومي يعتمد على ثلاث مصادر للطاقة المتجددة، وهي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والبيوجاز. الطاقة الشمسية بتوفر كهرباء طول النهار من خلال ألواح شمسية بتشتغل وبتشغل أجزاء كبيرة من المزرعة، وطاقة الرياح من خلال توربينات بتولد كهرباء مع الهواء ودي بتكمل معاها المنظومة. أما المفاجأة بقى فهي مخلفات الحيوانات اللي ناس كتير بتشوفها حاجة ملهاش أي قيمة، بس هو قدر يحولها لطاقة عن طريق البيوجاز، وده بيستخدمه لما الشمس تغيب او الرياح تقل. يعني ببساطه كل حاجه في المزرعه ليها دور ومفيش حاجه بتضيع. المزرعه دي مش مجرد تجربه مشروع، دي مشروع حقيقي شغال بقاله سنين كتيره وبيحقق انجاز كويس جدا وانتاج كبير قوي. فيها زراعه مانجا وبلح وكمان تربيه سمان ورومي واحواض سمك، وكل ده شغال من غير كهرباء تقليديه خالص، وده حسب برنامج الجدعان. الاهم بقى من النجاح نفسه هو ان المشروع يستمر من غير خساره، وده بيثبت ان الفكره مش بس مبتكره لكن كمان قابله للتطبيق. حاتم الرومي ما دخلش المجال بالصدفه، ده شخص متخصص في الطاقه المتجدده وعارف بيعمل ايه خطوه بخطوه، وده اللي خلاه ينجح في تنفيذ المشروع بالشكل ده. مش بس كده، لا ده كمان قدر يعتمد على تصنيع محلي للتوربينات والاجهزه بدل ما يستوردها، وده وفر عليه تكلفه كبيره وخلى المشروع اقتصادي اكتر. الميزه الكبيره جدا هنا ان فاتوره الكهرباء صفر، وده حلم لاي مشروع في الزمن ده طبعا. بس اللي يفرق حاتم عن غيره هو مش بس نجاحه لكن هدف، لانه شايف ان النجاح الحقيقي هو انه يساعد غيره. فتح باب المزرعه لطلبه الجامعات عشان يتعلموا ويتدربوا على ارض الواقع، وكل فتره بيستقبل مجموعات عشان يشوفوا التجربه بنفسهم ويتعلموا منها كمان. ورغم ان ده بيكلفه وقت ومجهود، بس هو مقتنع ان الشباب هم المستقبل ولازم يتعلموا ويكملوا اللي بدأوا. مش بس كده، ده كمان بيطور نفسه طول الوقت وبيشتغل على مشاريع جديده زي تحليه الميه عشان يقدر يزرع في الصحراء ويوفر مصدر ميه مستمر. حلمه الاكبر انه ينقل التجربه دي للصحراء ويخلي اي شاب عنده قطعه ارض يقدر يستفيد منها ويزرعها ويعيش منها. يعني ببساطه هو مش بيعمل مشروع لنفسه لكنه بيبني فكره ممكن تغير حياه ناس كتير. الاجمل من ده كله بقى انه مستعد يساعد اي شاب عنده ارض ومش عارف يبدا او يعملها ازاي ويحولها لمصدر دخل. احنا قدام نموذج مختلف لشخص قدر يحول فكرة بسيطة لمشروع ناجح ومستدام وبيقدم حل حقيقي لمشاكل كبيرة زي الطاقة والبطالة والزراعة. يلا شاركونا في التعليقات وقولوا لنا ممكن تعملوا فكرة زي دي في مزرعتك.